حبايب قلبي عاملين ايه؟ اخباركم؟ كل سنه وانتم طيبين. تعالى اوريكم دلوقتي طريقه عمل الرز ريزو ايه ملوش علاقه اصلا. كل الناس اللي بياكلوه عندي بيحلفوا بيه وبحلاوته ان هم ما دقوش زيه. تعالوا نبدا بسرعه الفيديو، وقبل ما نبدا نقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله نشوف هنعمل ايه. انا جبت دلوقتي بصلايه حطيتها، جبت معلقه من الزبده حطيتها، وبعد كده قمت جايبه بصلايه زي ما انتم شايفين كده. هجيب عليها فصين من الثوم، بس الحته ما جاتش، يبقى فصين من التوم او فص صغير خالص. هنحطه ونشوحه شويه. بعد كده جبت معايا الرز البسمتي، غسلته غسله حلوه جدا وحطيته. تعالوا نحط البهارات، سنه من القرفه، وهنحط فلفل اسود والملح، وبعد كده هحط الكركم بتاعي. وقمت جايه حطيت المرقه الدجاج بتاعتي عشان تديكي طعم جميل جدا كده، وحطيت الكركم زي ما انتم شايفين في الفيديو. بعد كده هديله تقليبه حلوه جامده كده مع بعضيه. هاجي بعد كده كنت هنا حطيت عيدين من القرفه، حطيت عيدين من القرفه الخشب، يا لهوي وديته كده في حته تانية خالص خالص خالص. يبقى انا ما عملتش، عملت ايه؟ حطيت البصلايه بعد ما اتحمرت شويه كده اللون الذهبي، قمت نزلت عليها بقرن من بفص ثوم صغير. وبعد كده غسلت الرز بتاعي غسله جميله وحلوه وحطيته. نزلت بالبهارات بتاعتي اللي هي الكركم والكاري وعدين من القرفه ورشه من القرفه اللي هي البودره، والفلفل الاسود من الملح. وبعد كده نزلته زي ما انتوا شفتوا كده، شوحت، وقمت جايبه قرن فلفل من الرومي وطماطمايه وضربتهم في الكبه مع بعضين، وقمت نازله عليه. ده السر اللي هو بيخلي الرز بتاعك روعه. وطبعا انا غاليه ميه حطيتها، الرز البسمتي بياخد ميه اكتر من الرز البلدي بتاعنا اللي احنا بنعمله. وهتديله تقليبه حلوه وهتسيبيه. بس خلص انا كده خلصت الرز بتاعي. عايزه اقول لكم الحته بتاعه القرن الفلفل الرومي دوت او الحراق مع الطماطمايه بتنقلك الرز ده في مكان تاني، في حته تانيه خالص خالص. جربوه هيعجبكم جدا. هنا خلاص بعد ما اتشرب، انا كنت عامله جنبيه كبده، في فيديو الكبده هينزل لكم تاني. كبده معاه عامله شغل جامد. بصوا عجب العيال جدا، انا على طول بعملها وبيعجبهم، عجبهم جدا والطعم حلو قوي. جربي الكبده لما ينزل الفيديو، جربي بقى كمان الكبده اللي انا هعملها مع الرز ده وهتدعوا لي. ايه رايكم؟ الفيديو لو عجبك ما تنسينيش بقى في اللايك وكومنت حلو كده منك، واشوفكم في فيديو جديد من نوعات سالي صلاح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.